ايوه شكرا. كالعاده زي ما انتم متعودين معانا كل سنه هوريكم الحاجات اللي بتتوزع على الطريق السنه ديت. طبعا الشركات زي ما انتم عارفين كل سنه المفترض ان هي بتعمل جزء من الدعايه ان هي بتوزع منتجات مجانيه زي اللي انتم شايفينها دي. يمكن السنه دي منتجات مش كتيره، هم على حظنا النهارده كان شركتين بس اللي بيوزعوا، بس خلونا نشوف ايه اللي بيتوزع النهارده. اول شنطه معانا وهي شركه جهينه، واللي عامله ميكس العصاير اللي قدامكم دوت، وكمان مع الزبادو دوت. بنتكلم في 10 انواع عصاير مختلفه، والزبادو اللي قدامكم دوت الاجمد والمختلف السنه ديت هو ابو عوف بالبوكس بتاعه اللي بيوزعه دوت. خلونا نفتحه ونشوف ايه اللي جوه. زي ما انتم شايفين المفترض طبعا البوكس فيه الجزء اللي هو تحت اللي بيتحط بحيث ان هو يقف ويبقى في مكان للتثبيت بتاعه. زي ما انتم شايفين معانا مجموعه من التسالي المختلفه، اكتر من نوع، احنا بنتكلم غالبا في 5 أو 6 انواع مختلفين. مش بس التسالي اللي جواه، هو موجود جواه 4 مشروبات زي ما انتم شايفين بالكوبايات بتاعتهم. اعتقد كمان بيبقى المشروبات اللي فيها سكر فبيبقى جاهز على الشرب على طول. للي ما يعرفش منكم، فالشركات بتوزع جزء من المنتجات بتاعتها بشكل مجاني، وده نوع من انواع الدعايه، وهو انك تجرب. في الفتره الاخيره اللي شجعهم اكتر للموضوع دوت كل الشركات بشكل عام، مش الشركتين دول بس، هو الناس طبعا اللي بتاخد الحاجات دي وبتصورها بتعمل لهم دعايه، لان دي طبعا بتعتبر دعايه ببلاش ما دفعوش فيها ولا جنيه.